احلى لحمه زي ما انتم شايفين يا حبايبي، بصوص تحفه وسهل وبسيط. طبعا ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. معلش انا كنت غايبه عنكم فتره لان تليفوني كان جايب شاشه، وربنا ييسر وجبت تليفون جديد. فحطينا دلوقتي معلقتين زيت ذره، وهننزل فيهم اللحمه متقطعه مكعبات، حوالي كيلو الا ربع لحمه. تمام. وهنديها تشويحه، هننزل باللحمه كلها ونديها تشويحه. طريقة سهلة وجميلة. وطبعا انا وقعت في غلطة، وطبعا انا ما مرضتش اقص الغلطة اللي في الفيديو، لان قلت برضو ممكن اي حد منكم يقع فيها، فحبيت ان انا اوريكم الغلطة اللي انا وقعت فيها وعالجتها ازاي. تمام يا بنات؟ والله وحشتوني جدا ووحشني الفيديوهات بجد والله يعني. يا رب كلكم تكونوا بخير، واللي بيتابعوني كلهم يكونوا بخير. وكل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة عليكم وسنة هجرية سعيدة علينا جميعا يا رب. ويحول أقدارنا إلى أحسن حال، واللي نتمناه كلنا يا رب نلاقيه إن شاء الله. بصوا بقى، اللحمة ادينا بنشوحها اهو. حطيت خمس حبهان خمس حطيت خمس حبهانات، معلقة الا ربع كده صغيرة فلفل اسود، يعني ما حطيتش المعلقة كلها. تمام. نص معلقة قرفة، عشان طبعا القرفة دي مهمة جدا جدا. لو عندك عودين قرفة حطي، بس انا ما كانش عندي غير قرفة بودر، لان القرفة بتضيع زفارة اللحمة. وحطيت معلقة بهارات لحمة. تمام. وهحط نص معلقة كمون. بس هي مش محتاجة بهارات اكتر من كده. تمام. طبعا الملح ده احنا بنحطه لما خلاص تبقى اللحمة ده يعني داخلة في التسوية. هنفضل بقى ندي اللحمة تشويحة، ومعليين عليها النار علشان نديها صدمة، وفي نفس الوقت تبقى من جوه الألياف بتاعتها طرية ومحتفظة بالعصارة بتاعتها، فما تبقاش ناشفة في الأكل. تمام. بجد يا جماعة طريقة سهلة وبسيطة وجميلة، والصوص بتاعها مع شوية رز بشعرية حاجة كده تجنن يعني. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. طيب دي بصلاية مبشورة، طبعا بعد اللحمة ما اتشوحت تشويحة كويسة. وحوالي 6 7 فصوص توم متقطعين صغير جدا. ماشي. وهنقلب الكلام ده كله مع بعض لحد البصل والثوم ما يطلعوا ريحتهم على مع اللحمه كده، وريحه اللحمه تطلع كده مع البهارات، والدنيا كده تتظبط كده يا بنات. بجد عيالي كانت عاجباهم جدا جدا جدا، يا رب تعجبكم ان شاء الله. خلاص. هنغطي عليها حوالي 3 4 دقايق كده، لحد ما نشم ريحه البصل كده والثوم مع اللحمه. خلاص. عريت عليها تاني، طبعا عشان البصل فيه ميه فنزل ميته. تمام. هديها تقليبه بسيطه كده. طبعا شويه ميه مغليين، يعني احنا مش هنحط عليها غير ميه مغليه. تمام. بصوا اللحمه، يعني هي كده تعتبر في بدايه مراحل التسويه. خلاص. هننزل بقى بميه مغليه عليها على طول. تمام. وهنسيبها بقى مع ميتها دي، هنسيبها 10 دقايق كده على نار عاليه، وبعدين نوطي عليها النار، تاخد كده راحتها كده وتستوي على مهلها. لو لقيناها احتاجت شويه ميه كمان تسويه هنزودها، لقيناها ما احتاجتش خلاص. تمام. غطيت عليها بقى. هنا خلاص كانت اللحمة استوت معايا. بصوا يعني اللحمة استوت. بصوا خلاص مهرية اهي. انا بحب اللحمة دايبة كده، يعني انا والعيال بنحب اللحمة دايبة كده. طيب. هنا بقى معانا كوباية زبادي بلدي. تمام. الزبادي اليوناني ما بيكتلش مع صوص اللحمة، بس ده عشان زبادي بلدي. حطيت معاه معلقة نشا كبيرة دريم، وقلبته كويس جدا، وبعدين هندفيه
بالصوص السخن اللي هو بتاع اللحمه، ونقلبه تقليبه كويسه. فانا الغلطه هنا يا بنات ان عشان ده زبادي بلدي فكتل مني في الصوص بتاع اللحمه. تمام. يعني انتوا هتلاحظوا لما هنزله هتلاقيه عامل كتل صغيره كده، حبيبات كده لبن، كانه رايب يعني، فاهمين؟ بصوا. فطبعا انا عايزه اوريكم بس الغلطه عشان للامانه، علشان يعني محدش يقع فيها ويجي ما يلاقيلهاش حل ويقول الوصفه مش زي الوصفه، فاهميني؟ فضلت اقلب 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 على اساس ان ان الزبادي هيدوب معايا، فللاسف الزبادي ما دابش. توقعت ان انا لما احطه، طبعا انا طافيه النار عشان احتفظ بشويه الشوربه اللي مع اللحمه، علشان دول اللي هيبقوا الصوص في الاخر. فهرجع اولع عليها النار تاني. فضلت اقلب فيها، للاسف ما دابتش برضو، فضلت مكتله. اضطريت ان انا انشل اللحمه خلاص، ورحت بالهاند بلندر او بالخلاط. تمام. ضربت الصوص كله بالبصل بقى، بالفلفل، قصدي بالثوم. فطلعت خطوه مهمه جدا لانه اداله قوام حلو قوي ولون حلو قوي زي ما انتم شايفين. يعني بصراحه هي غلطه، وفي الاخر انا استفدت من الغلطه يعني. ورجعت اللحمه تاني وخدت غلوتين، واديني بغرف كده اللحمه زي ما انتم شايفين كده مع الصوص بتاعها. فظبط وطلع جميل جدا جدا جدا. فلو انت وقعتي في الغلطه دي تصرفي نفس الطريقه. والله بصراحه انا لو هعملها تاني هعمل نفس الخطوه. هطلع اللحمه وهضرب اللبن مع الزبادي، اللبن الرايب او الزبادي قصدي، مع الصوص والنشا عشان يديني النتيجه دي والقوام ده واللون ده. بصوا بقى اللحمه دايبه ومستويه مع شويه رز بشعريه. واللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، واعملوا بتاع دوت لايك للفيديو، واشتراك لو مش مشتركين، وكومنت جميل زيه.